اصحابي، ازيكم؟ الاخبار؟ جايبه لكم بقى النهارده فطيره الكسلانين، بجد حاجه كده خطيره، فطيره شرقي تحفه. بنعملها بطريقه سهله وسريعه، بس لو اول مره تشوفوا الشانل ما تنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب. ويلا بقى بينا على الوصفه. حاجه كده سوبر تيستي وكمان مفيده جدا، وطريقه حلوه قوي كعشاء خفيف او للفطار، كمان طريقه لذيذه قوي. هقول لكم بقى ازاي نعملها بطريقه اقتصاديه، وفي نفس الوقت ممكن اقول لكم ايه البديل للتورتيه، او عايزين تعملوها بطريقه هيلثي. هتلاقوها كلها في اخر الفيديو، فما تنسوش ان انتوا تشوفوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا الطريقه الهيلثي بتاعتها. اول حاجه هحتاج هنا 2 بيضه، وانا لقيت البيض بقى قبل ما يقع، وبدات بقى ان انا هنا اضرب البيض واحط عليه التوابل اللي هحطها، بس ملح وفلفل، دي كل التوابل اللي انا هحتاجها. وعايزين تضيفوا اي اضافات تانية ممكن تضيفوا، هما دول اكتر حاجتين اساسيين للبيض. وهبدا بقى ان انا اضربهم كده مع بعض. وهبدا بقى ان انا اجيب الطاسه بتاعتي، وهبدا ان انا اسخنها احطها على النار، وهنزل بقى باي ماده دهنيه. انا هنا استخدمت السمنه، تقدروا تستخدموا زيت زيتون لو عايزينها تكون بطريقه اخف شويه. وده البديل بقى بتاع عيش التورتيه. استخدمت العيش بتاع العيش الصاج، ممكن تستخدموا كمان وش العيش البلدي، وهبدا ان انا اقطعه هنا على شكل دايره. ممكن بقى تستخدموا اي نوع عيش انتوا حابينه، لو عايزينه هيلثي شويه ممكن تستخدموا وش العيش البلدي. وهقول لكم بقى في الطريقه الاخيره انا عملته ازاي ان هو يكون سوبر هيلثي. وبدات بقى ان انا احط هنا الفلفل الاخضر على البيض، وهنا اول ما يسخن بقى معايا السمنه هبدا بقى ان انا انزل بالبيض عليها على طول. هبدأ بقى هنا احركه علشان اوزعه على الطاسة كلها، وبعدين هسيبه بقى شوية كده على النار هادية عقبال بقى ما احضر الميكس جبن الخطير ده. هبدأ اول حاجة اجيب الموتزاريلا، وبعد كده احط بقى الشيدر، واخر حاجة احطها الجبنة رومي. تقدروا بقى تلعبوا في الجبن زي ما انتوا حابين. وده كده شكل البيض بعد ما كانت استوى من الناحية التانية. هبدأ بقى ان انا اقلبه، وبعدين هبدأ بقى انزل بالميكس الجبن على الناحية اللي اتحمرت معايا من البيض، وبعدين هنزل عليها بقى العيش علشان يمسك مع الجبن. وفي نفس الوقت بقى هوريكم ازاي نحمر او نحمص العيش بجد طريقة سوبر تيستي. اول حاجة اسيبه بقى كده على الوش ده واغطيه علشان الجبن تسيح، وبعد كده هقلبه بقى على الناحية التانية علشان العيش يبدأ بقى ان هو يتحمص معايا. بصوا شكله من تحت خطير، ده كده شكله. هبدأ بقى اسيبه شوية وبعدين اقلبه بقى على الناحية التانية عشان يبدأ برضو ان هو يبقى كرانش. بصوا بقى شكل العيش بجد حاجه كده خطيره. هبدا بقى ان انا اقسمه كده زي ما انتم شايفين لسلايزز. واهم حاجه بقى ان انتوا تعصروا عليه عصره ليمونه، بتخلي يروح في حته تانية خالص. بجد لازم تجربوه، حاجه كده سوبر تيستي، مديه نفس الطعم بتاع الفطيره الشرقي اللي ممكن تجيبوها من اي مكان. وفي نفس الوقت هي مغذيه جدا، تقدروا تعملوها للاطفال او حتى ليكوا، وهتبقى حلوه جدا ومفيده في نفس الوقت. وده كده كان شكلها بعد ما قطعتها كلها. والمفاجأة بقى ان انا جربتها كمان بعيش العدس اللي عملته معاكم قبل كده، هسيبه لكم فوق، ما تنسوش ان انتوا تروحوا تشوفوا، وكان طعمها برضو خطير. هستناكم تجربوها وتقولوا لي تحت في الكومنت رايكم، وكمان قولوا لي بقى عايزين الوصفة اللي جاية تكون عبارة عن ايه. واشوفكم بقى في وصفة تانية وفي ريسيبي تانية، وبس كده، باي.